في يوم كده من ايام ربنا وانا ماشي على الطريق السريع ومسافر وزي الفل وبسمع لنفسي في حاطط الموبايل بتاعي على الهولدر زي اي مواطن عادي، سواء بقى شغال او غيره. يجي واحد كده بتاع عربيه يسخني واقوم دايس معاه ايام الهورنت. مهم يشاء القدر وانا ماشي على 200 كده ولا 180 الاقي الموبايل بتاعي راح طار خبط في قلبي عشان ياخده بينزل على الارض ويتفشفش. وهنا كانت بدايه سؤال جامد بالنسبه لي، هو كل هولدرات الموبايل واحد؟ يعني في واحد مثلا للسرعات وواحد لا؟ وهنا جاء الاجابه بتاعت الفيديو ده بعد ما اتكسر موبايلي، فاسمع مني عشان ما تخسرش زيي. الفيديو ده انا هعمله يا جماعه عشان ما تعدوش بالتجربه القاسيه في انك تفقد موبايلك وانت بتسوق موتوسيكلك، سواء شغال دليفري، سواء بتطلع رايدات، سواء بتتحرك على ريس. وهقول لك النهارده حاجات تحميك من الكلام ده وانواع هولدر الموبايل. بس هنسمي بقى الفيديو ده، لو كان بقى سلسله كمان، لو دعمتونا بلايك تحت، شوف اللي في الصندوق بدل ما تلبس الخازوق. فانا النهارده جايب لكم كل هولدرات الموبايل اللي هتنفعكم في الموضوع ده. خليني اقول لكم في الاول ان انا مركب موبايل هولدر موبايل اكس. طبعا ده فيه سماعات ولكن الاكس كلهم واحد. الاكس ده هولدر جميل جدا، في منه بقى انواع كتير، في بسماعات وفي من غير سماعات. يجمعهم ان هو 4 حتت رابر كده بيتحط ما بينهم الموبايل، وشكرا يا عم على كده. طب ايه عيوبه ده بقى يا جماعه؟ حلو، ولكن لما يبقى فيه ويند شيلد، حاجه زي دي بتحمي الهواء مش ضغط عليه. وحش في ايه بقى؟ اولا هنا بيصد الهواء والحاجات دي بتطلع، فغالبا الموبايل بتاعك ده هيقوم طالع كده. غير كده لو انت بتركب اوفرود او مطبات او حاجه جت، ممكن يتسلت من تحت كده. حتى لو في حته رابر كده في بعض الهودرات بتتقفل، ما بتبقاش حلوه قوي. فهو حلو وعملي من اول 50 جنيه لحد 100 جنيه، فهو حلو وعملي، ولكن يعني يعيبوا كام حاجه كده. طبعا الفرق ما بين ابو 50 و100 ايه؟ عشان تبقى عارف اللي في السوق. السوسته اللي بتقفل دي، في قويه وفي مش قويه، اشكال والوان، الخامه بشحن ولا من غير. ده الاكس اللي انا مركبه. خد بقى عندك الانواع التانية. اول نوع ده يا جماعه اسمه جامد طياره من غير بطاريه وحجاره. يعني اوريلكم الانواع دي بشكل عام. ده يا جدعان هولدر موبايل، ولكن في فكره جامده جدا. ليه؟ للناس اللي بتجري بسرعات بنت لذينه سريعه جدا. فكره هولدر الموبايل ده يا جماعه هو اولا بشاحن عادي خالص، ولكن الفكره ان هو معدن بالكامل. وهنا كل ده معدن، مش عباره عن قطع، بتقدر تحركه من هنا. وفكرته ان انت بتفتحه من الناحيه دي. الفكره بقى فين برضو؟ فين الجمدان؟ ان انت يا جماعه لما بتحط موبايلك في كيرف لو شايفينه من هنا، فموبايلك بقى وهو هنا اي هوا يجي اي بتاع مش هيطلع. وكل ما بتقفل ده خلاص هو ثبت، هو خلاص كده علق. وكون ان هو من معدن وما فيهوش مفصلات كتير يخليه ثابت. فانت بقى لو بتركب ريس او ستريت بايك بتمشي على 200، ده الحل اللي كان هيحميني. فده اول نوع. يعني بصراحه فكرته حلوه ومعدن وظريف، حتى الاسلاك يعني اعتقد فكرتها ظريفه ومش بيبوظ زي السوست اللي موجوده هنا. ده ميكانيزم عادي خالص، بتفضل تقفله وتفتحه كده. فده اول نوع. طبعا ده سعره كام؟ ده سعره تقريبا 175 جنيه في السوق. ندخل بقى على الموديل التاني اللي هو الجامد دبابه يدخل صحراء وسط الديابه. ايه ده بقى يا جدعان؟ ده فكره هولدر موبايل انا شايفه ان هو جامد جدا للناس بقى ايه اللي بيركبوا اوف رود وبيكسروا الدنيا. بص، عايز تدخل تمرمط موبايلك وما يحصلوش اي حاجه. ده هولدر موبايل عباره عن حتتين. الحته دي بتتركب بمسامير موجوده هنا، وبعد كده بيتركب في المرايه. طبعا برضو كله معدن. وده براند يا جماعه اسمه GDR. ده موجود على النت، هتلاقوا الوصف بتاع كل التفاصيل دي موجوده تحت. يعني ده براند حاجه قويه شويه. فكرته ايه بقى يا جماعه؟ فكرته ان هو بيتثبت زي ما انتم شايفين كده. بتدخل الموبايل بالمنظر ده، طيب، وبعدين تقفل عليه. الفكره بقى ايه؟ ان هنا في مسامير لكل حاجه فوق وتحت، بتوزنها على قد موبايلك. تمام؟ يعني توزن دي تطلعها شويه وتطلع دي شويه عشان اسنتر اهو. طيب انا وزنته كده، وبعد كده بتقفل بس المسامير دي على قد موبايلك، وتسيب الرابر ده هو اللي بيبقى بيتنط كده عشان تطلع وتدخل موبايلك. ده بقى فكرته ايه؟ حاميه من فوق ومن تحت، والظهر معدن ما بيخليش مقاومه هواء تطيره، ودول 4 ماسكينه. فده من الاخر اصعب ليفل يا باشا. لا سرعه ولا مطبات ولا هز هتخليه يطلع بره. وفي نفس الوقت ده والقاعده بتاعته معدن، فايه يعني برضه مفيش مطبات هتكسره. حاجه افخم حاجه واقوى حاجه. فده يعني ليفل الوحش بالنسبه للهولدرات، فظريف. ده سعره
تقريبا 250 حاجه حوالين هذا الاشياء. انا هحط لكم الوصف بتاع المكان اللي جبت منه الهولدرات دي تحت، تدخلوا وتشوفوا ايه كل الحاجات دي يعني. طيب النوع ده بقى ايه بقى؟ ده النوع بقى ايه، حاجه رخيصه بس جامده جدا. ايه بقى ده؟ الاكس العادي، بس الاكس المطور بدل موبايلك يقع وتتعور. فالفكره بتاعته ان هو نفس الاكس ده ولكن كبير، اكبر بكتير. شايفين الاكس ده مثلا لو هنقارن بين اللي عندي، شايفين الدراع فوق قوي ازاي لو حطيناهم جنب بعض؟ شايفين ليه بقى؟ عشان يكون محكم اكتر وفي نفس الوقت يحمي موبايلك من الوقوع. يعني لو اتحط كده هو حامي موبايلك ان هو ما يتسلتش لتحت، او ممكن بقى انت تعكسه ويبقى ما يتسلتش من فوق، حسب انت مقاومة الهواء جايه لك منين. يعني ممكن تخليه كده كده، لو في هواء او حاجه بترفعه ان هو ما يطلعش مش هيطلع. فكره ظريفه، وبيمسك من الاطراف فيبقى يعني قوي اكتر، وبرده موجود بشاحن ومش بشاحن. طب ده بكام؟ ده اعتقد ب 80 جنيه من غير شاحن، ولو بشاحن ب 100، فبرضه اسعاره رخيصه يعني. طبعا ده انا شايفه اقل الايمان بدل الاكس التاني ان انت تجيب حاجه زي كده، يعني برضه سعره رخيص وسيستته قويه وفي حمايه. طبعا حكايه الشاحن دي دلوقتي بقت موجوده في كل الاماكن، والحاجات دي كلها بيجي معاها اكسسوارات كده ايه الطبيعيه، حاجه بتغطي هنا وكام لقمه من دول يعني، فحاجه ظريفه. الناس اللي بيشتغلوا دليفري هقول لك معلش حاول تدفع شويه وتجيب حاجه نظيفه، لان انت بتستخدم موبايلك في شغلك وهو راس يعتبر مالك مع الموتوسيكل. لو وقع اتكسر رغم المشاوير الكتير اللي بتعملها كل يوم فعلا انت هتتاذى. فلما تدفع لك 80 جنيه 70 جنيه زياده في هولدر موبايل، اعتقد ده استثمار كويس واخدت قدامهم كتير. اتمنى يكون الهولدرات دي فادتكم. انا بسرعه هقوم لاممهم وحطيتهم في كيس وارجع بسرعه ارجعهم قبل ما يقفشوا عليا يقول انت اشتريتهم خلاص. ولو انت استفدتوا اعملوا لنا شير بقى للفيديو ده في اصحابك اللي بيركبوا موتوسيكلات او اي جروب. يلا سلام عليكم.